أهلا وسهلا ومرحبا بكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم الرفيس التونسي ولا الكعبوش، كل واحد وكيفه يسميه، بمقادير مضبوطة. تبعوا حبيبتي هاد الوصفة للآخر هكا باه تنجح معاكم. تاني تقدروا ديروا لها حفظ، راح تحتاجوها في الأعياد والمناسبات. نروحوا للوصفة بدون إطالة، على بركة الله. عندي هنايا كيلة تاع السميد يكون متوسط. انا استعملت هذه النوعيه تاع السميد المتوسط، يعني المولى. نتوما الا ما عندكمش هذه النوعيه تقدروا ديروا عادي هذاك السميد تاع الشكاره، غربلوه واللي يعني يحكمه الغربال، هذاك هو السميد اللي تستعملوه. نديرها في مقله تكون خشينه ولا طاجين يكون خشين هكا، بهذاك السميد يتحمص مليح. اكيد على نار هاديه، نقعد هكا نخلط بملعقه خشبيه حتى نتحصل على اللون الذهبي. شوفوا هنايا بملعقة خشبية نقعد نحرك حتى نتحصل على هاد السميد، يعني اللون تاعه يولي بهذا الشكل، يعني كيما السميد عادي تاع طمينة. شوفوا بهذا الشكل. غادي نطفي على هاد السميد ونخليه بجهة. من جهة واحدة أخرى عندي هنايا الغرس، كنت نقيته فورته. انا استعملت يعني التمر تاع الحبه تاع الميزان. نتوما الا ما عندكمش تقدروا ديروا الغرس عادي، هذاك اللي يتبع يعني معلب. وشوفوا هنايا درت تقريبا نص كميه تاع السميد، يعني درت كيلة تاع السميد والتمر نص كيلة تاع تمر. اكيد التمر نتوما تحكموا فيه، الا بغيتوا فيه هاد الكعبوش ولا هاد الرفيس التونسي تمر بزاف تقدروا تزيدوا. عندي 3 مغارف كبار تاع المارغرين. انا درت هذا التمر في الطاجين كما راكم تشوفوا، وندي هذا التمر على نار هاديه حتى نذوب كامل هذيك الكميه تاع المارغرين هكا، باه تحصلوا على التمر يكون طري كما راكم تشوفوا، حتى تذوب كامل هذيك الكميه تاع المارغرين. مم كي ديروا يعني هذا التمر على نار هاديه غادي يطرى ويجيكم ما شاء الله، يعني من بعد كي تخدموا به ما يغبنكمش. هنايا شوفوا هذاك السميد عاود سخنته غير شويه، يعني باه يقعد هكا سخون، ونفرغ عليه هذاك التمر وهو سخون. تاني التمر يكون سخون، وتاني هذاك السميد يكون سخون. عندي قرصه تاع الملح، عندي ملعقه صغيره تاع قرفه باه تمد لكم بنه هايله. ونضيف هنايا تاني المارغرين. اول حاجه نبدا نخلط هنايا بملعقه خشبيه، يعني نحاول كامل هذاك السميد ولا هذاك التمر ندخله في هذاك السميد. شوفوا هنايا درت بملعقه خشبيه ومن بعد بديت نخدم بيدي، يعني لازم كما نقولوا يعني هكذا نعركه مليح بيدي. نزيد المارغرين بالتدريج. شوفوا بهذه الطريقه. هنايا السميد والتمر راهو سخون، دوك نوريكم يدي يعني كيفاه ولات من هذيك السخانه. نتوما لما تقدروا تخدموا عادي بالملعقه خشبيه، ولكن يعني الرفيس يعني البنه تاعه في اليدين، كل ما هكا تعركوه مليح كل ما يعطيكم نتيجه هايله. شوفوا شكلت كره، هذيك الكره يعني كي شكلتها تشقت معايا، يعني دليل على انه هذا الرفيس راه خاصه المارغرين. زدت هنايا المارغرين تاني ونبدا هكا نعرق فيه مليح مليح. كي نشكل كره ونحسها يعني شاده روحها، يعني ما تتفتتش، هذيك هي يعني هذا هو القوام تاع الرفيس، ما تزيدولهش المارغرين. شوفوا نحط هذاك الرفيس بهذه الطريقه ونحله بالحلال. ورق الطهي راح يساعدكم بزاف بزاف. شوفوا نحله على شكل مستطيل، يعني ندير طبقة، نخلي هاد الطبقة تاع الرفيس بجهة، وعندي تاني حلوة الترك يعني كمية قليلة، يعني على حسب واش ديروا. انا استعملت هذيك العلبة الصغيرة كامل. شوفوا نفتتها مليح ونمشيها على ورق الطهي. تاني نعاود نحل هذا حلوة الترك، يعني نحلها تاني بالحلال.
شوفوا على هاد الشكل. لازم هذيك حلوة الترك تفتوها مليح باه تساعدكم كي تحلوها. شوفوا هنايا بهذه الطريقة. ونجيب الطابع اللي راح نطبع به يعني تاع المقرض، انتوما اي شكل بغيتوه ديروه. اول حاجة نطبع هنايا في الرفيس، ولازم نضغط مليح مليح ونعاود نطبع في الحلوة الترك، ونعاود تاني نضغط مليح بهذيك الطبقة تاع حلوة الترك تلصق في الرفيس، ونعاود الطبقة الأخيرة تاع الرفيس، وتاني نعاود نضغط مليح مليح باه يعني هذاك الرفيس يتشكل لي على حساب هذا المول. شوفوا هنايا كي راني نضغط ونعاود نضغط بيدي مليح مليح ونحي الحبة. شوفوا هنايا كيف تخرج متحوفة ما شاء الله. نعاود حبة معاكم باه تشوفوها. شوفوا اول حاجة نضغط هنايا ندير طبقة تاع رفيس، ونعاود طبقة تاع حلوة الترك، ونعاود طبقة تاع رفيس. نتوما الا بغيتو طبقة تاع حلوة الترك تكون خشينة تقدروا يعني ديروا كمية كبيرة، يعني ما ترقوش هذيك الطبقة تاع حلوة الترك. شوفوا هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه، يجي روعة. ومم يعني هذا الرفيس كي تاكلوه ما غاديش تحسوا يعني حلو بزاف وما يقهم ما والو، يعني يجي معتدل. نكمل يعني هاد الكمية بهذا المول، وراح ندير تاني موديل واحد اخر يعني نوع اخر نفس الشيء برك الشكل يتغير. عاودت حليت هذاك الرفيس ونطبع بهذا الطابع المربع بهذا الطريقة، يعني نفس اللي كنت ندير فيه بالطابع الاول نديرها بالطابع الثاني. هذه هي حبيباتي، يعني الفيديو راه واضح، والوصفة هذه سهلة وأمامطو يعني بريستيج وتحمر الوجه. شوفوا هذا هو الشكل الثاني. انا كنت ديكوريتها في الوسط بحلوة الترك، تقدروا ديروا المكسرات اي حاجة، يعني تقدروا ديروا طوفيا في الوسط، يعني التزيين يبقى على حساب الرغبة. ان شاء الله حبيباتي هاد الوصفة تعجبكم، اكيد جربوها. تبحثوا لي تطبيقاتكم كما العادة فيسبوك انستغرام ولا حتى تيك توك. نقولكم في امان الله في وصفة جديدة ان شاء الله. الى اللقاء.